السلام عليكم. دي المحاضرة السادسة من تقنيات البلوتينج. وده المحاضرة السادسة من كورس البايوتكنولوجي ميثودز، تقديم أحمد جمال سليم. المحاضرة السادسة معانا أو التقنية السادسة هي تقنية النورث ويسترن بلوتينج. النورث ويسترن بلوتينج هي تقنية من التقنيات الغير شائعة قوي في البلوتينج، أو مش معروفين، ولكن في بيبرز كتير بتتكلم عنهم وبيتم استخدامهم بصفة كبيرة جدا، وأحيانا كتير جدا في السينثيتك بيولوجي زي ما هنشوف قدام. وهي مش زي ال DNA أو البروتينز أو ال RNA، ساذرن أو الويسترن أو النورثرن اللي احنا اتعودنا عليهم قبل كده. لا، دي مختلفة شوية، دي هايبريد ما بين حاجتين، ما بين ال RNA والبروتينز. واحنا هنا بنعمل ديتكشن للانتراكشن اللي موجود ما بينهم هما الاتنين، مش بنعمل ديتكشن لواحد فيهم بعينه. احنا بنعمل ديتكشن للانتراكشن نفسه زي ما احنا هنشوف قدام شوية. طبعا التكنيك زي ما احنا قلنا هو بيعتمد على ان انا اشوف الانتراكشن اللي حاصل ما بينهم. زي ما احنا عارفين ان في بعض البروتينز بتكون بايندنج مع ال DNA او بتمسك في ال DNA زي ال DNA بوليمريز وال RNA بوليمريز. وفي بعض البروتينز بتكون بتمسك في ال RNA، وكذلك في بعض ال RNA التتابع بتاعهم بيسمح لهم ان هم، او الشكل بقى الثنائي بتاعهم بيسمح لهم كمان ان هم يمسكوا في such proteins targets. وكذلك في بعض ال DNA بيسمح لها شكلها ان هي تمسك في بعض البروتين targets. احيانا كتير ال RNAs ديت بتكون يا اما synthetic يا اما بتكون موجودة في الطبيعة على صورة حاجة اسمها رايبوسويتشز، بتكون موجودة داخل الفنجس، وبتكون داخل اليست والمولتس. بتفعل او بتعمل بلوك اوف لبعض الباثويز داخل اليست والمولتس والفانكس. اول ما هي ما بتستقبل such molecule، او اول ما هي ما بتستقبل such بروتين بتفعل مسار معين. في بعضها بيكون سينثيتك على شكل حاجه اسمها الابتمرز دي بتكون RNA targeted RNA او DNA targeted لبروتينز معينه، علشان تعملها بلوك اوف، او علشان تعملها ديتكشن، او علشان تعملها ثيرابي ابليكيشنز. فبالتالي بنقدر ان احنا نستخدم ال RNAs ديت او ال DNAs ديت في ال DNA sequences وال RNA sequences ديت، في ان احنا نكشف على such بروتين، او في ان احنا نعمل blocking ل such بروتين. فبالتالي لو انا عايز اشوف هل الابتمر بتاعي مثلا تم تطويره بشكل مناسب، او هل في اصلا علاقة او فانكشن بين البروتين بتاعي البروتين اوف انترست وما بين ال RNA عامة داخل الخلايا، اللي هو يقدر ان هو يمسك في RNA او لا. ايه هي الفانكشن بتاعت ال RNA بتاعي اصلا اللي انا قدرت ان انا اطوره. كل الحاجات ديت بقدر ان انا اجاوب عليها من خلال النورث ويسترن بلوتينج. فبالتالي خلينا نشوف الستبس. الخطوه بتاعت الستبس بتاعتي هي، او السلايد بتاعت الستبس بتاعتي هي اول حاجه خالص البروتين اكستراكشن اللي ديت الارضيه بتاعت البلوتينج بتاعتي. بعمل له اكستراكشن، بعمل له ايزوليشن، بعمل له بيوريفيكيشن. بعد كده ببتدي ان انا اعمل له الالكتروفيزز، لان دي تقنيه من ضمن تقنيات السلوت بلوت العاديه جدا بتاعتي. بعد كده ببتدي ان انا اعمله بلوتنج، على انقله باستخدام الكهرباء على النيتروسيلولوز ممبرين بتاعي، علشان بعد كده ابتدي اعمله بروبنج. في مرحله البروبنج هدايه الاختلاف ما بينهم، بين الويسترن، بين الفار ويسترن، وما بين النورثرن العاديه. ده لسبب ان البروبنج اللي بيكون موجود عندي بيكون RNA، بيكون موديفايد RNA. الموديفايد RNA دوت او الابتمر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، هو سبيسيفيك سيكونس من ال RNA ملفوف حوالين نفسه، سيلف اسمبلد فولدد اب حوالين نفسه، بيقدر ان هو يمسك او يعمل اتاتشمنت او يعمل كاتش لساتش بروتين بعينه. ال RNA دوت بيكون موديفايد، بيكون في نهايته في نهايه ال 3 برايم اند او في نهايه ال 5 برايم اند بايوتاينيليتد جروب، او حتى فلورسنت جروب، بيقدر ان هو اديتكت من خلاله وجود او ان حصل اتاتشمنت ما بين البروتين بتاعه وما بين الار ان اي. طبعا بعد ما بعمل ووتشنج ببتدي ان انا اعمل الديتكشن بتاعي. فلو مفيش اصلا ديتكشن، مفيش اضاءه، مفيش مثلا اكس راي راديوجرافي، او مفيش تفاعل، يبقى خلاص مفيش ار ان اي مسك في البروتين بتاعي، لان حصل ووتشنج بعد ما انا عملت البلوك. طب في الحالة دي أنا بعمل بلوك بإيه؟ أنا بعمل بلوك طبعا بالبوفين ألبومين سيروم.
علشان دوت طبعا مش هيمسك فيه ال RNA بتاعي، ولكن هيمسك ال RNA بتاعي بس في التارجت المسؤول عنه. احنا كده خلصنا المحاضرة دي. اشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.